عندك عيش فينو بايت ومش عارفه تعملي بيه ايه، اوعي ترميه، هاتيه، ده كنز. هنعمل منه حاجه كده هتوفر معاكي كتير جدا جدا، وتوفر معاكي قوي في مصروف البيت. اي عيش فينو بايت عندك من الفطار او بواقي سندوتشات من المدارس بتاعت ولادك، كحكايه كده باتت معاكي، لم كل ده سواء فينو او كحك او بقسماط، هاتيها وتعالي هنعمل بيها فيجيتار بيتي كده زي العسل زي ما انتوا شايفين. بصوا الفيجيتار عامل ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. من بواقي العيش طلعنا وعملنا الكميه الكبيره جدا جدا دي زي ما انتوا شايفين، اقتصاديه وموفره جدا جدا. بسم الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا نحط لايك للفيديو ونسمي الله. لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي وفيديوهاتي الجديده. وتعالي نشوف الفينو البايت ده هنعمل فيه ايه. الفينو البايت ده ما ترميهوش، هاتيه كده ونشيل الوش بتاعه ده. لو انت مش عايزه تنخليه انا هطحنه بحاله كده وبعد كده هنخله. تمام. ممكن تشيلي الوش بتاعه ده علشان ايه، الوش ده بعد كده بيبقى خشن وما بيطحنش كويس. انا مسكت الفينو والكحك وكل البواقي اللي معايا دي، دخلتها كده على فرن هادي، حمصتها. مش عايزه تحمصي ممكن وانت بتحوشيهم كده تحطيهم على شبكه الفرن عندك في الهواء هينشفوا. اهم حاجه يبقى الفينو والكحك معاكي كده ناشفين متحمصين. تمام كده. وبعد كده جبتهم ودقتهم كده في الهون، كسرتهم. وبعد كده في المطحنه الجميله بتاعتنا اللي احنا جبناها دي، وعملت لكم فيها التوابل كلها وطحنتها زي الفل. وقلت اما اعمل برضو فيها ايه، اطحن فيها الفينو والبقسماط كده عشان برضو ايه نشوفها عامله. وطحنته جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين. يعني بصراحه المطحنه دي حلوه جدا جدا، لو هتجيبيها هاتيها وما تتاخريش. بصي بقى طحنت بقى كل البقسماط معايا بالشكل ده. الكحك بقى واللي انتوا شفتوه رمى معايا كميه حلوه قوي قوي، هنعمل بيها الفيجيتار البيتي اللي يجنن ده، احلى واطعم بكتير من بره، موفر كتير جدا. وكمان هيفيدك، هيبقى موجود كده عندك في ضرفه مطبخك او في تلاجتك كده، مش هتقدري تستغني عنه في البانيه والستيك والستريبس وكل حاجه هتعمليها في فيجيتار هيطلع معاكي في منتهى الجمال. كمان استخدمت معاكم العجان الذهبي اللي انا كنت جايباه. جالي كذا كومنت ان انتوا خايفين تجيبوه عشان سمعتوا ان هو بيغير لون. لا، انا بقالي شهر اهو بستعمله. انا اشتريته معاكم في المشتريات بتاعه رمضان، هو والكبه. نزلت لكم بالفيديوهات دي وجبت لكم حاجات كتير قوي بالاسعار عشان لقيت الفيديوهات دي عجبتكم. جربت معاكم الكبه وطلعت ممتازه، وجربت كمان العجان بغسله بقالي شهر بستعمله وبغسله زي ما انتم شايفين حلو جدا، ولا نقر ولا غير لون ولا اي حاجه. تعالوا بقى انا اقول لكم على مكونات الخلطه الجباره بتاعتنا بتاعه الفيجيتار. انا معايا هنا ده حوالي كيلو من البقسماط، ماشي. لو ما عندكيش، لو عايزه تعملي خلطه وما عندكيش بواقي فين وكده، ممكن تجيبي كيلو بقسماط وتطحنيه، او هتجيبيه مطحون يبقى تجيبيه من حد يكون نظيف واثقه منه عشان ما تلاقيش فيه بيقرقش والكلام ده، ماشي. يعني الكميه دي اللي انا هحطها بحطها على حوالي كيلو من البقسماط المطحون. الكحك اللي هو طحناه ده تمام، او الفينو هحط عليه نص كوبايه من الكركم، ودي علشان تدينا بعد كده هحط عليهم نص كوبايه من النشا، والنشا دي علشان تخلي معاكي البانيه او الستريبس اللي هتعملي بيه يكون مقرمش، فالنشا هنا علشان يساعد في قرمشه البانيه. وبعد كده هحط عليهم كمان كوبايه من الدقيق. الدقيق هنا برضو علشان خاطر البقسماط ما يتحرقش معاكي في الزيت. بس كده. وكمان ممكن يعني تحطي دقيق ابيض، وممكن تزودي كمان معاه شويه من اللي هو الدقيق الذره، تمام، بيدي برضو طعم حلو قوي. التوابل بقى بتاعتنا وما تزوديش عنها، بتحطي ملح طبعا الكميه اللي هتناسب. هنا هنحط معلقتين من الملح، هتحطي معلقه من الكزبره الناشفه، هتحطي معلقه من البصل البودر، وهحط معلقه كبيره مليانه من بهارات الفراخ اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات. عارفين بهارات الفراخ طبعا حلوه جدا وطعمها حلو. طب لو ما عندكيش هتروحي حاطه نص معلقه من الجنزبيل، نص معلقه من الكاري علشان نطعم الفيجيتار بتاعنا. وهتحطي كيس من البيكنج باودر، كيس من البيكنج باودر، تمام كده. وتقلبي بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها. بصوا طلع معايا احلى فيجيتار ما تستغنيش عنه ابدا ابدا في بيتك. هينفعك جدا في البانيه، في الستريبس، في اللحمه برضو الستيك اللي هتعملها بالفيجيتار، حلو جدا جدا. وبجد تخليه عندك في بيتك، ده كنز كده في البيت ما تستغنيش عنه. هينفعك في حاجات كتير جدا. هتعملي برضو منه البانيه الكداب، هتعملي منه
البانيه بتاع الشركات، هتعملي منه الستيك الكداب. حاجات كتيرة جدا يعني جميلة، واحلى بكتير جدا جدا من بره، ريحته حلوة قوي، وكمان هيوفر معاكي كتير قوي. شايفين من شوية بواقي فينو عندنا عملنا كمية قد ايه، ما شاء الله اللهم بارك. هاخدهم بقى افضيهم عندي كده، احطهم عندي في برطمان، وهحط عليه الستيكر بتاع الفيجيتار، ويبقى ده كده عندي في ضرفة مطبخي. والكمية اللي باقية ممكن تحطوها في كيس وتعينوها في التلاجة، لما تحتاجوها تطلعوها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. متنسوش حبايب قلبي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستنية رأيكم في الكومنتات. اسيبكم في رعاية الله.